السلام عليكم، مرحبا بكم في صورة وراء ستار. رمضان مبارك، كل عام أنتم بخير. في هذا الفيديو سنتحدث على معلومة جديدة نشرها صاحب الفيلم الكرتوني المعز الأليف، وهي هذه الصورتين الجيف في موقعه الرسمي هيليو فانت. ونرى هذه الصورة القديمة لليهود الذين متمسكون بالعالم، وفي هذه الصورة نرى أن هذه خريطة كندا، وعمل فيها هذا الرأس لشيطان وهو ينظر إلى تحت، ونرى هذا القرنين الشيطان، وهذا أنفه، وهذا هو فمه وعينيه وأذنه. وهذه نفس الصورة إذا تلاحظون متجهة إلى اليسار، أيضا عينيه تظهران إلى الأسفل، وقرني، هذا رأسه وهذا أذنه وهذا أنفه وفمه. ونرى أن هذه هي نفس الصورة التي موجودة نيو فاوندلاند، هي نفسها هذه أن لابرادور في خريطة الجوجل. ونرى أيضا الصورة الثانية هي تجسد هذا الخطوط، هذه هي الصورة الثانية في الموقع الرسمي لصاحب الفيلم الكرتوني المعز الأليف، وهي ترى إلى تحت. وإذا نصغر الصورة ونرى فهو ينظر إلى تحت، شو عينيه تنظر إلى تحت إلى هنا، وإذا نشوف ما هنا تحت فهو ينظر إلى ولاية نيويورك. المقصود منه حسب رأيي والله أعلم أنه الخطر بدأ يحوم على ولاية نيويورك، ويمكن المركب بدأ بالمجيء من هنا من البحر الأطلسي مرورا بهذا الممر الذي تحدثنا عليه قبل. ونرى أن هذا الخط الذي أراه هذا هو الخط المستقيم الذي يشير إليه، نراه أيضا أنه يتجه إلى هنا، شوفوا إلى هنا وإلى هنا، فهذه في خريطة جوجل، والممر متاعه الذي هذا هنا. وسنرى ماذا تحدثت في سنتين من الماضي على هذا الممر وعلى هذا الحدث وعلى هذه الخريطة بالضبط، أنه صاحب الفيلم الكرتوني المعز الأليف أشار لنا أن هذا الممر منه سيمر هذا القارب وينفجر هناك، لأنه أرانا هذا المشهد في السبورة التي توجد في القسم مع جورج بوش. لنسمع معا ماذا قلت أنا في 2023 على هذه الصورة. هو هذا الموقع اللي صور فيه صاحب الفيلم الكرتوني الفيديو، ومن هنا سيدخل القارب ويروح إلى مدينة نيويورك. كيف نعرف ذلك؟ من المعز الأليف. هاي شفتوها هذه، شوفوا الإيد هذه اللي بتشير على الأوزر، إيد وفي إصبع هنا، هو عمله خصيصا إصبع يشير لنا منين حيجي القارب ومنين حيدخل، وبعدين حيروح لهنا لمدينة نيويورك. لذلك هو عملها زي شكل الإيد اللي هي هذه في الخريطة، شفتوها أهي، لكن هو طولها هذه عشان يعمل فيها إصبع بيورينا الممر. لذلك هو أيضا ورانا هذه اللابيرينث اللي شفناها، المتاهة اللي قلناها إنها شبكة معقدة غير منظمة الممرات والمسيرات، اللي هي إنه القارب هذا اللي حيتفجر في مدينة نيويورك حيدخل منها ويروح في هذه الممرات التائهة ويتوه هناك، ويروح من هنا على الهودسون ريفر ويروح إلى مدينة نيويورك، ويدخل من هنا هاي على الهودسون ريفر ويتفجر هنا في مدينة نيويورك. هذه فهذا هو اللي عايزه. سمعنا أن هذا في الفيديو فسرت أنه من قبل من سنتين هذه الإيد اللي سيدخل منها القارب وسينفجر إلى هناك. يريد أن نرينا مرة ثانية ويؤكد على تفسيري أنه لا أقول 100% صحيح، لكن أقول 50% صحيح، أنه هذا القارب سيدخل من هنا من هذا الممر الذي هو هذا اللي في الإيد اللي أشار ليه، لأنه هذا الخط اللي وراه لنا الآن هذه الصورة الجديدة في المعز الأليف، أنه هذا الخط يمر ويروح إلى، لكن إذا بنروح لخريطة الجول هذا هو الرأس الشيطاني، والممر هذا هو، وبدايته هذا بلون سيجن، ومن هنا سيدخل ويمر إلى هناك، لأنه هو أرانا أنه عينه ترى إلى تحت، أيضا هذا يرى رأسه، شوفوا كيف مائل إلى اليسار أكثرية، لأنه يرى في مدينة نيويورك. هذه هي عينيه تشير إلى مدينة نيويورك. وسنرى ماذا سيحدث، متى ستبدأ هذه الأحداث المعز الأليف، لأن من سنة 2023 كنت أفكر أن الأحداث ستبدأ من سنة 2023، لكن لم يحصل شيء
23 و24 لنرى ماذا سيحصل 2025. أيضا في المعزل الأليف أوريكم أني لمحت على هذه اللقطة عندما بوش شفتها النجمة تشير إلى القرش وهي الهجمة، وأيضا إلى هذا الممر، هذه اليد التي هذا الموقع نفسه الذي في المعزل الأليف، في هذا هو نفسه الذي في الخريطة الذي يشير إلى هذه اليد وهذه الدخل المدخل هذا اللي سيمر فيه هذا القار لنرى جيدا. وشفتها من هنا النجمة تشير إلى هذه اليد، وهذا وفي الخريطة هذا رأس الشيطان الجديد في موقع المعزل الأليف يشير إلى ستبدأ القارب سيبدأ من هناك ويمر إلى مدينة نيويورك. وأيضا إذا نلاحظ هنا في المعزل الأليف عندما يأتي في هذا المشهد أنا لم أفهمها من الأول واستغربت، لأنه هذا خسوف للقمر أو كسوف للشمس، لكن هذه هي شكل قمر ليست شكل شمس، ولكن هذا القمر له كسوف مشتبه للشمس، لأن عندما يحمر القمر ويسمونه القمر الأحمر بلاد مون كله بيحمر، ولا نرى هذا الشكل، هذا شكل يرى إلا في كسوف الشمس. فعملت أبحاث ووجدت أن في شهر رمضان هذا سيحدث هذا الخسوف للقمر الكلي هذا الأحمر وكسوف للشمس في شهر رمضان، وهو حدث نادر جدا في هذا الشهر مارس 2025. فليلة 13 إلى ليلة 14 مارس 2025 سيظهر هذا القمر الدموي كله مكتمل، وهناك بعدين ببضعة أيام 15 يوم في مارس 29 هناك partial solar eclipse. فرحت على شات جي بي تي وسألته، قلت لهم give me the date where the moon and solar eclipse happen in the month of Ramadan، فقال لي إنه حصل هذا الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس في رمضان 2002 ورمضان 2003 رمضان 2024 ورمضان 2025. لكن الملفت للانتباه لهذا الخسوف والكسوف في سنة 2025 أنه يطابق تماما مع المعزل الأليف. لماذا؟ لمشاهدة ماذا حصل في 2002. في 2002 حصل ليس خسوف كلي للقمر لكن جزء صغير منه، وحصل خسوف كلي للشمس. ففي المعزل الأليف يرينا أن هذه البلاد مون هي خسوف كلي، فالقمر يحمر كله، ومعنى بذلك أنه خسوف كلي للقمر. وتوتال سولار إكليبس معناها كسوف كلي، وهذا لن يحصل في 2025 لأنه سيكون كسوف جزئي وليس كلي. وأيضا في 2003 خسوف هنا كلي للقمر، هذا اللي نحتاجه في المعزل الأليف اللي أرى، وكسوف كلي للشمس، وهذا لن يتطابق مع الخسوف والكسوف لسنة 25 لأنه الكسوف هو جزئي للشمس وليس كلي. ف 2024 السنة الماضية حصل أيضا كسوف كلي للشمس وخسوف جزئي للقمر، وهذا لا يتطابق مع هذه الصورة. لكن في 2025 التوتال لونر إكليبس وهو خسوف كلي كامل للقمر، مثل هذه الصورة يحمر كله القمر مثل سنة 2025. وبارشال سولار إكليبس وهو كسوف جزئي للشمس في 29. فسنة 25 تتطابق تماما مع الصورة، خسوف كلي وكسوف جزئي. وفي شهر رمضان لذلك نرى أسامة، ومعناها شهر رمضان لذلك هو جسده بالشخصية العربية، وأن هذا الكسوف والخسوف سيحصلين في شهر رمضان. وليس متأكد 100%، لكن سنرى ماذا سيحدث في الأشهر القادمة إذا بدأت هذه الأحداث، لأنه توا صاحب المعزل الأليف أرانا أن بدأت معناها الشيطان وتخطيطات إبليس بيلمح لنا أنها ممكن أنها بدأت في هذه السنة، وسنرى ماذا سيحدث. هناك حدث لازم يحصل نعرف به أن الأحداث بدأت في المعزل الأليف بعد هذا المشهد. هذا هو الحدث، أنه قبل قلت أنه هذا بتعني أن
حدث للنفط ووقوف الأبيار في الشرق الأوسط، أو مضيق عدل ومشكلة في سقوط أسعار النفط. لكن الآن بدأت أفهم ولست متأكدا أن هذه القطارات التي تروح إلى الماء أنها كارثة. لا نعرف ستحصل كارثة في محطة نفط في المياه، أو أنه قارب كبير أو حملة نفط كبيرة تغرق وتتسبب في كارثة طبيعية كبيرة وبالنفط في المياه. لا أعرف في أنا بلد، لكن سنرى هذه الحدث، لأنه معناها أول سبيل فين سيقطر هذا النفط في المياه، معناها كارثة أو حدث يتحدث عليه العالم كله، أنه هناك نفط، كميات هائلة من النفط تسربت إلى المياه وعملت كارثة طبيعية للبيئة وكارثة بيئية كبيرة. سنرى مثلا إذا شفنا في الأشهر القليلة القادمة أو الأسابيع القادمة أن هناك كارثة عالمية في النفط في البحار، أن محطة كبيرة أو ناقلة كبيرة جدا النفط تم غرقها أو تسرب كميات هائلة من النفط في المياه البحر، نعرف أن الماعز الأليف بدأت، لأنه معنى الكشوف والخسوف سيحدثان في هذا الشهر. وبمعنى آخر أنه إذا حصلت هذه الكارثة البيئية الكبيرة لهذا النفط ستحصل في أواخر شهر مارس، أو في شهر مارس، أو الأشهر القادمة أفريل أو ماي، وسنرى ماذا سيحدث. لا نقول أن هذه هي السنة التي ستبدأ فيها الأحداث لأننا لسنا متأكدين، لكن نقول أنه هو يشير لنا أن الأحداث ربما بدأت في موقعه، وأن الشيطان بدأ بتخطيطاته، وسنرى ماذا سيحدث في الأشهر المقبلة. شكرا على المتابعة، وإذا هناك معلومات جديدة سنقاسمها معكم في هذه القناة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.